سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. ولدت الفنانة فاتن حمامة يوم 27 مايو 1930. أبوها كان مدرس في وزارة الأوقاف اللي هي التربية والتعليم. توفت فاتن حمامة في 17 يناير 2015 عن عمر 85 سنة. أبوها كان محب للفن والسينما، وكان بيصطحبها للمسارح والسينمات هي والدتها واخواتها. وكان في مخرج اسمه محمد كريم كان عامل اعلان في الجرايد انه عايز بنت صغيره سن 8 سنوات للمشاركه في فيلم يوم سعيد. ابوها ارسل صورتها للمخرج محمد كريم، ولما المخرج شاف الصوره وصلوا مع بعض وقال له هاتها. فاتن حمامه من صغرها وكانت قروبه في الكلام وواخده على الناس، تاخد وتدي في الكلام. اختارها المخرج محمد، عمل معاها عقد احتكار، وده بعد ما وافقت باباها. اشتغلت مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في فيلم يوم سعيد اللي اعجب بيها، واداها دورين في فيلمين كمان. مثلت مع محمد عبد الوهاب فيلم رصاصه في القلب سنه 1944 وفيلم دنيا، كل ده وهي بتكمل دراستها. حصلت على الابتدائيه ثم البكالوريا، ان ما كانش فيه اياميها اعداديه. ولما خلصت ابوها قدم لها في معهد التمثيل، اخذت دبلوم المعهد. فاتن حمامه علمت نفسها بنفسها، علمت نفسها اللغات والاتيكيت، يعني ثقفت نفسها بنفسها. ولما لقت نفسها في مطلوبه في الافلام واشتهر قصتها واسمها في عالم الفن، شافها الفنان الكبير يوسف وهبي واشتركت معاه في فيلم ملاك الرحمة، وانتقلت معاه إلى عالم الميلودراما الشديدة، الحزن والبكاء. عملت فيلم اليتيمتين وكرسي الاعتراف وست البيت سنة 1949. وانطلقت فاتن حمامة من فترة الخمسينات زي فيلم الأستاذة فاطمة ودعاء الكروان وصراع في الوادي. لها في قائمة أحسن 100 فيلم في السينما المصرية 15 فيلم. اتجوزت فاتن حمامة لأول مرة من المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار، ودي كانت أول زيجة ليها. قابلوا مع بعض في فيلم خلود سنة 1948 بطولة فاتن حمامة وعز الدين ذو الفقار، وده كان أول وآخر فيلم مثل فيه عز الدين ذو الفقار. وكمان كان فيه كمال الشناوي وبشارة وكيم إسماعيل ياسين، مجموعة كبيرة من الفنانين. حصلت أثناء الفيلم قصة حب بين عز الدين ذو الفقار وفاتن حمامة، وتقدم بالفعل للزواج منها، ولكن أهلها رفضوه. ولكن قصة الحب بينهم كانت شديدة جدا، واتفقوا مع بعض على الجواز من وراء أهلها. بالفعل اتجوزوا في فيلا فؤاد الجزائري، وكتب كتابه عليها وجاب المأذون والاتنين شهود كانوا خليل البندري وأنيس حامد، وقعدوا مع بعض 6 سنين. اتجوزوا في ابريل سنه 1948 واتطلقوا في مايو 1954. ولما سالوا فاتن حمامه عن السبب الطلاق بينهم، ردت وقالت ان كان في فيلم هي هتبقى البطله فيه سابها وجاب واحده تانية وهي كوثر شفيق. واكتشفت فيما بعد ان وجود قصه حب بين عز الدين ذو الفقار وكوثر شفيق. والفعل بعد ما اتطلقت منه فاتن حمامه اتجوز كوثر شفيق. اما عن السبب الحقيقي فده كان سنه 1954 رشحها يوسف شاهين لبطوله فيلم صراع في الوادي، والبطل كان قدامها في الاول شكري سرحان ورفضت وقالت لا انا مش عايزه البطل قدامي شكري سرحان. عملنا مع بعض افلام كتير، مش عايزه الناس يقولوا ان احنا كونا مع بعض ثنائي، انا عملت معاه كذا فيلم وكفايه كده، مش عايزه اسمي يرتبط باي فنان. المخرج يوسف شاهين كان متعرف اساسا على عمر الشريف اللي عمل له تيست ونجح عمر الشريف في التيست لانه يصلح للتمثيل امام الكاميرا. وكانت الفكره كلها ازاي يوسف شاهين يقنع فاتن حمامه بوجود عمر الشريف وانه يمثل قدامها وهو ممثل جديد. المهم راح وقال لها في ممثل جديد شوفيه كده لو عجبك خلاص. قالت له طب هاته اشوفه. راح لها البيت، الوقت ده كانت متجوزه عز الدين ذو الفقار، ولما شافت عمر الشريف حبته من اول نظره، وده الكلام اللي هي قالته. شاب حلو ووسيم وعيونه واسعه وسود. ولما ما طلبت منه انه يمثل قدامها اختار مشهد من روايه هاملت اللي كاتبها شكسبير، مثلها باللغه الانجليزيه. عمر الشريف كان مثقف جدا انجليزي وفرنساوي، هو خريج مدارس فيكتوريا كوليدج، يعني ابن اناس وتعليم عالي ثقافه. قالت له طب تمام كويس. ساعتها عمر الشريف من ذكائه اختار اصعب مشهد ومثله قدامها. المعروف عن فاتن حمامه ان في كل افلامها كانت حاطه شعار ممنوع البوس، لكن في الفيلم ده في فيلم صراع في الوادي راحت هي بنفسها ليوسف شاهين وطلبت منه مشهد من مشاهد الفيلم وجود بوسه صريحه بينها وبين عمر الشريف، وهي كانت لسه على ذمه عز الدين ذو الفقار. كلموا الناس والكرو الفيلم عن البوسه بينها وبين عمر الشريف. المشهد اتكرر 10 مرات، وبدات من هنا المشاكل بينها وبين عز الدين ذو الفقار اللي كان اساسها الغيره. وبالفعل الكلام كان ليه اساس، ان نشأت قصه حب من اول نظره بينها وبين عمر الشريف ومقابلات. دي بعد ما اتطلقت من عز الدين ذو الفقار ب4 شهور، ولما خلصت العده اتجوزت فورا عمر الشريف. ولكن كانت بتقابلهم مشكله واحده، انه مسيحي كاثوليكي وهي مسلمه. طبعا فاتن حمامه مش يعني تدخل المسيحيه عشان عمر الشريف. دوره عمر الشريف راح الازهر واعلن اسلامه وسمى نفسه عمر الشريف عشان يتجوز فاتن حمامه. اتجوزوا وقعدوا مع بعض بعد ما راح الازهر واعلن اسلامه سنه 1954، والزفاف كان سنه 55. وبعد كده جات له العالميه، فراح سايبها وساب كل حاجه. وكانت بقى بتسمع عنه حكايات وروايات، قصص حب مع صوفيا لورين ومع باربرا. سابها لمده 4 سنين متواصله وهو بعيد عنها. قال لها تعالي نقعدي معايا في امريكا، رفضت وقالت له لا. قال لها طب خلاص احنا مش هنتطلق دلوقتي، انا هسيبك لغايه ما في يوم من الايام
تقولي انا عايزه اتطلق وهيكون الطلاق بيننا. وبعد فتره وسنه 1974 طلبت فاتن حمامه من عمر الشريف الطلاق، وبالفعل اتطلقوا. وده اللي مكتوب من مذكرات عمر الشريف في كتاب اسمه الذكر الخالد قصتي سنه 1977، كتاب عن حوارات بين عمر الشريف وماري تريز، كتاب مترجم من الفرنسيه والانجليزيه، وفي واحد ترجمه للغه العربيه. وحكى عمر الشريف انه بالفعل خانها مع طوب الارض، وبعد كده ندم لما اتجوزت هي وراحت منه وكبر في السن، ندم على العالميه وندم ان هو ساب مصر، وندم كمان ان هو ما استمرش مع فاتن حمامه حب عمره. وبعد ما اتطلقت منه اتجوزت واحد اسمه الدكتور محمد عبد الوهاب، وفضلت معاه حتى وفاتها. سنه 1966 زارها واحد في البيت. عمر الشريف كان مسافر، هاجر للعالميه سنه 1964، وقت ما عمل فيلم لورانس العرب، سابها مع بنتها ناديه وابنها طارق. وفي يوم من الايام جالها واحد زائر بيقولوا انه اخو ممثل كبير، اداها كتب كتير عن الجاسوسيه، قرت الكتب وخافت وقالت، وده لما قابلته لتاني مره قالت له انت مديني الكتب دي ليه؟ وعرفت منه ان صلاح نصر عايز يشغلها معاه، جنتها زي باقي الفنانين اللي بيشتغلوا معاه في اعمال خاصه. فهمت فاتن حمامه الفولة لان بالفعل في ناس مجندها صلاح نصر بواسطه صفوت الشريف زي سعاد حسني واعتماد خرش وبرلانتي عبد الحميد وغيرهم. وفهمت ان هم هيصوروها مع امراء ووزراء وملوك وشخصيات سياسيه هامه تتاخد الفيديوهات عليهم، وكانوا بيضغطوا عليها عشان تنفذ مطالبهم. هي رفضت خالص الكلام ده، قالت له لا، وخافت وقررت تهرب. كان عندها عماره في مصر الجديده باعتها، خدت بنتها ناديه وابنها طارق هربت لاوروبا. الكلام ده حكاه احمد رمزي في مذكراته في حوار صحفي. سافرت في عهد عبد الناصر، ما رجعتش الا بعد وفاه عبد الناصر، يعني عبد الناصر توفى في سبتمبر 70، هي رجعت في يناير 71. مثلت افلام في سوريا وفي لبنان، وكانت بترجع تاني لاوروبا. سنه 1991 حاول صفوت الشريف، قالت الفنانه فاتن حمامه ان صفوت الشريف حاول يجندها، اللي كان محرضه عليها صلاح نصر، واللي كان زائقهم عليها هو عز الدين ذو الفقار عشان يرد لها القلم. وده لما سابته واتجوزت عمر الشريف، وان اللي ساعدها وهربها خارج مصر هو الصحفي الكبير علي امين، اللي طلع لها تاشيره وقالت وقتها ان هي رايحه تمثل افلام. والصحفي الكبير علي امين هو اللي كمان باع لها العماره بعد سفرها، وكان بيحول لها الفلوس على صوره تحف وانتيكات فنيه نادره، كان بيبعتهم لها على طريق على باريس، هي تبيعهم في باريس وتاخد الفلوس تعيش بيها هي وعيالها. الكاتب الصحفي علي امين جاز لها التذاكر الطياره لباريس، وقالت وقتها ان هي رايحه تعيش مع عمر الشريف. سافرت سنه 66. توفيت الفنانه فاتن حمامه في 17 يناير 2015، ومن ضغط الناس عليها وقت تشييع الجنازه وقع النعش بتاعها، ملايين طلعوا وراها، والناس وقتها قالوا ان دي كانت سوء الخاتمه. طب يلا قلت الكلام ده، انت عارف هي كانت بتعمل ايه في دنيتها؟ انت عارف خواتيم الناس ايه؟ ربنا هو عالم الخواتيم، حتى الميت الناس ما بتتكيش الا فيه، ميته وبين يد الله الناس طلعت عليها كلام واشاعات. ربنا يرحمنا برحمته ويحسن خواتمنا جميعا، وربنا يرحم الفنانه الجميله فاتن حمامه ويتغمدها بكامل الرحمه والمغفره.